عمرك سألت ليه احنا الشعب الوحيد اللي بيبوس رغيف العيش لو وقع منه على الأرض؟ وليه قلبنا بيوجعنا لما بنشوف الأكل ممكن يترمي في الزبالة بعد الفطار في رمضان؟ في العصور الإسلامية في مصر المصريين قدروا يطوروا فكرة الفايض من الأكل لمستوى مبهر من الإنسانية عن طريق ما يسمى بالأوقاف. المقريزي قال لنا في كتابه إن كان في أوقاف مخصصة لإطعام الطيور الجائعة من فائض حبوب الموائد، وأوقاف تانية لتطبيب القطط والحيوانات الضالة. الفايض من الأكل ما كانش بيترمي في الزبالة، كان بيتم إعادة توزيعه كبركة على كل روح حية، لدرجة إن بعض البيوت كانت بتعمل فتحات في الجدران الخارجية علشان الفقير ياخد نصيبه من غير ما يطلب. أصلها إيه بقى الحكاية دي؟ الحكاية بدأت لما المصري القديم حط إطعام الجائع وعدم إهدار الموارد كشرط أساسي لدخول الجنة في العالم الآخر. في نصوص كتاب الموتى وتحديدا فيما يسمى بالاعتراف الإنكاري قدام المعبود أوزيريس، كان المتوفى لازم يقسم ويقول: لم أحرم أحدا من طعام ولم أمنع المياه في موسم فيضانها. العلماء المصريات بيقولوا إن المصريين القدماء كان عندهم نظام صوامع دقيق جدا لإدارة الفائض، وكان إهدار الطعام بيعتبر خطيئة بتهدد توازن الكون أو ما يعرف عندهم بالمعد. المصري طول عمره عارف إن النعمة لو ما احترمتهاش مش هتدوم. رمضان مش شهر الأكل الكتير، ده شهر البركة اللي بتسيع الكل. قولوا في التعليقات بتعملوا إيه في فائض الأكل عندكم في رمضان؟ بتوزعوه ولا بتسيبوه الإفطار اليوم اللي بعده؟ شاركونا أفكاركم ومقترحاتكم عشان نقلل الهدر من الأكل، واستنونا في حلقة جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.